يلا فطار احلى فطار معانا ومع الولاد. بألف هنا علينا وعليهم يا رب وعلى كل اللي بيشوفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنفطر بقى مع بعض انا والولاد. مساء الخير عليكم او صباح الخير او زي ما بتشوفوا يعني الفيديو في الوقت اللي انتوا بتشوفوه. وحشتوني كتير كتير كتير. طبعا ده فطارنا النهارده انا وولادي. كنت عاملة كده فطار حلو كده انا وهما، بيضتين وشوية بطاطس وبصلة مقطعاها وجبنة عادي، جبنة بيضة عادي، جبنة جديدة يعني مش قديمة. لا انا طبعا الجبنة القديمة غالية جدا دلوقتي، فاحنا بنجيب الجبنة اللي هي الجديدة عادية والحمد لله رضا. وعيش اللي هو العيش التموين. عملت فطار انا والولاد. عبده معايا وملوكة ربنا يخليهم لي يا رب. دي ايد عبودة حبيبي ودي ايدي، وايد ملوكة هتيجي دلوقتي. كنا بنفطر بقى في الصالة كده على الترابيزة بتاع الانتريه. ده ايه ده؟ عبودة حبيبي. وطبعا عبودة يا ملوكة في سنة كام؟ 6 ابتدائي. وانتي في سنة كام؟ 3 ابتدائي. عبده رايح سنة أولى إعدادي. أولى إعدادي، وانتي رايحة سنة رابعة ابتدائي. ابتدائي. سلمي بقى على الناس. ازيكم يا صحابي؟ ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك في القناة وحطوا اللايك لأكل ماما الجامد ده. وأنا بحبك جدا يا ماما، ودعموني باللايك والاشتراك. حبيبتي يا ملوكة. وايه رأيك في الفطار يا ملوكة؟ كان جامد صح؟ كان حلو قوي قوي قوي. كان فطار جميل كده يعني. نلم بعض كده ونفطر حتى ولو في يوم واحد يا جماعة. الناس اللي بتشتغل زي حالتي كده يعني نتجمع كده في يوم جمعة، في يوم اجازة، وتفطروا مع بعض. فطار بسيط يعني، مش شرط بقى نعمل. انا بوريكم البصل يعني، ان الناس هتقول لي بصل ياي وماي وباي. كل الناس على بتاكل الفطار بصل، لا. انت هتوهموا نفسكم. على رأي ملوك كل الناس بتاكل بصل. والبصل جميل، وهو اصلا مضاد حيوي يعني، قوي وحلو ومفيد. حطوا اللايك والاشتراك في القناة. وحطوا اللايك يا حبايبي. الاحلى فطار هنعمل بقى ايه؟ هنقول لكم على البطاطس، الطبق البيض اللي انا عاملاه بالبطاطس ده بيتعمل ازاي بطريقه سهله خالص. بجيب يعني ايه الفيديو برضو عشان يبقى مفيد، لان هو يبقى فطار جماعي، وان هو طريقه البيض بالبطاطس دي. هو اصلا الطبق شارح نفسه. شرح نفسه وجميل اهو. جبت بطاطسايه واحده كبيره، قطعتها مربعات صغيره. وعملته طبعا، اصلا الطريقه دي انا كنت عاملاها قبل كده في القناه. وعملت ايه؟ وقطعت فلفلايه وبصلايه وعملت وتوميه. وحطيت شويه زيت، وعملت دول كل الاول، حطيتهم كلك الاول في الطاسه. الفلفل وكله والبطاطس وكله، كل ده في الزيت، زيت بسيط جدا لان انا مبحبش الزيت كتير في الاكل. وبعد كده قمت حاطه ايه، سبتهم بقى، حطيت ربع كوبايه ميه عليهم وسبتهم يستوي شويه. وبعد كده قمت حاطه البيض زي ما هو بيض صحيح كده. بيض عينين ولا بيض عيون يا ملوكه؟ بيض عينين. بيض عيون. وقمت ايه بقى، وقمت مغطيه عليه واستوى. وحطيت بقى التوابل. وما تنسوناش بقى اللايك لاحلى فطار. وده عبوده وملوكه قاعدين اهم قدامي على الانتريه، كنبه الانتريه. وطبعا احنا كنا مشغلين تلفزيون بس كاتمين صوت الفيديو علشان صوت التلفزيون ما ينفعش يطلع. ودي ملوكه حبيبتي اهي بتاكل، ربنا يخليها لي يا رب. و... لا. ملوكه حبيبه قلبي. وكان احلى فطار والحمد لله، نعمه ربنا يزيدها يا رب ويديمها علينا يا رب والحمد لله. وبنقول لكم كلنا حطوا لايك اهو، بنعمل لكم اهو بنحط لايك. جربوا دايما الوصفه دي هتعجبكم الوصفة قوي. دي. تسلم ايدك يا ماما. تسلمي يا حبيبتي، بجد بجد الوصفه دي هتعجبكم ومشبعه جدا وهي غير مكلفه يعني. يعني بيضتين وبطاطسايه واحده بس. وبحبكم كتير، وما تنسوناش باللايك. واحلى فطار مع اولادي وربنا يخليهم لي يا رب. سلام عليكم. لايك.